انا حازبد لك الحته بتاعت موسى هلال. افهم النقطه الاكسجين دي. الاكسجين التفاصيل بتكشح العشاء. لا افهم النقطه اللي انا داير اقولها لك، افهم النقطه دي بس، وانا حاعمل ميوت. طيب انا بعد ده تاني ما عندي كلام، اتفضل. طيب جميل. موسى هلال شخصيا والاسم ده ما بنتجاوزه لانه اتكلمنا اكبر من موسى هلال. موسى هلال ما عنده القوه اللي بيخش بها المعركه تاني. موسى هلال القوه اللي عنده الحواضن الاجتماعيه اللي كانت دقيقه بس من القياده العامه. موسى هلال لعب دور انه ياخذ كلام الادارات الاهليه يوصلوا للقياده، والقياده يتكلم مع موسى هلال. موسى هلال في الحته دي ده السبب اللي خلى يوم طلعوا من زرق انه عبد الرحمن دقلو داير يخش في جبل مره عشان يتكلم مع موسى هلال. ده الحته اللي انا داير اوضحه. موسى هلال في الوقت ده لعب دور بتاعت انه القبائل اللي كانوا تحت اداره موسى هلال بعد موسى هلال كان يعتقل من حميتي وحميتي دخل موسى هلال في السجن، بعد ذاك انه نفس القبائل اللي كان ماشي ورا حميتي استعانوا بموسى هلال لانه موسى هلال اقدم من حميتي في الادارات الاهليه كلها، هم زعيمهم كلهم. دي النقطة اللي أنا داير أوضحها وأنت استعجلت، لأنه موسى هلال يتواصل مع القيادة العامة. موسى هلال يتكلم وداير يطلع الحتة بتاعت القبائل والكان اللي بيستنفروا ناس جمعة دقلوا والإدارات الأهلية ناس ما دبوا، هو يتواصل مع القيادة. دي الحتة اللي أنا داير أتكلم معك، وده الخلافات اللي خلى عبد الرحيم دقلوا داير يخش جبل مرة. يعني عملوا الكائن اللي اسمه موسى هلال سابقا قبل حميدتي اللي هو يعمل في كل السودان، ده موسى هلال عمله في دارفور. نحن بنشوف موسى هلال وحميدتي عبارة عن شخصين وتيمان، يعني هم ما عندنا فرق بين حميدتي وموسى هلال. ولينا لقاء ان شاء الله شباب. وموسى هلال وحميدتي ديل عبارة عن تيمان، يعني ما في فرق بيناتهم. حتى لو ذكر اسمه ما ذكر اسمه ما نستخدمه موسى هلال عشان نمشوا. موسى هلال هو من 2003 لغاية 2024 في ناس قاعدين في تشاد 21 سنة بسبب بتاع موسى هلال، يعني ما بسبب حميدتي هو شرد الناس في 2013 في 2024 لتاريخ اليوم، لكن هو موسى هلال شرد الناس من 2001 يعني. فده الكلام الناس لازم تعرفه. وموسى هلال وحميدتي ما في فرق بيناتهم، ونحن ما عشان خاطر اي حاجه نجامل في حق موسى هلال. موسى هلال انسان هو اعمل عبادات جماعيه وزيه زي حميدتي، ونحن ما نتنازل من حقوقنا عشان موسى هلال. في بعض الناس بيشوفوه زعيم، نحن ما بنشوفه زعيم. اي سوداني ما يتضرر من موسى هلال، نحن يتضررنا من موسى هلال، وحقنا ما بنجامل وحقنا بالكامل. لكن على كل حال انا داير اقول حاجه مهمه جدا. اول حاجه شباب، نحن في توقيت مش عشان الحرب، عشان نعيش في الدولة السودانية دي بسلام. أي خط بتاع إثنية وجهوية ومناطقية وعنصرية يقفل إلى الأبد، وإنه من يتبنى الخطاب ده يتردع ويتردم زي اللي اسمه مسيب. والكلام ده نحن ما بنقوله كمجاملة، حتى إنه نطايب ونجامل البعض، إنه نحن عشان نعيش في الدولة السودانية دي لازم نتقبل بعض. والرسالة الأهم من كده إنه أنا ما بتهمني شخصيات الرجال فلان الفلاني عنده كم. أنا بنظر لأنه الدولة دي شعب وجيش. قبل اليوم في واحد مفتري ما باقي يقول للناس أنا ربكم الأعلى في الدولة السودانية دي، يتسحق ويتزعط ويتزال تماما. أنا حكاية الزول ده كرنب قايم ماله نحن تجاوزنا المسائل دي يا شباب. أنا مجرد التفكير إنه لا للشخصية دي حيحرك شنو يعني؟ حيحرك غرب أفريقيا جوهانسبرغ، تصلي على ناس زامبيا تعالوا لنا. يا جماعة من يدعي نفسه نمرا يمشي على الأرض بأنيابه ومخالبه يتقصقصوا بقى نمر من ورق يعني. فأنا الفكرة بتاعت إنه لأنه أنت بتنقل لي الصراع ده كأنما مجموعات متفلتة ضد شيخ أو ضد زعيم. يا جماعة نحن دولة، نحن جيش، نحن قومية سودانية. عشان كده حتى الاهتمام بفلان قبضوا وجغموا عشان نصرف رأي أنا ما بيفرق معي كتير. أي مجرم لو كان صغير أو كبير بيجي وقته اللي بيتقبض فيه وبيتحاكم، اللي بيتجغم الجغم واللي بيتقبض يتقبض. مصير الناس الحسة قبل يومين بيقول لك يا أخي والله
فلان قالوا قبضوا في الحدود، فلان ثبتوه. الموضوع ما بيعني لي كثير، الموضوع بيعني إنه وحدتنا الشعبية دي تزداد وإنه جيشنا ينتصر. في النهاية أي مجرم حيكون مصيره مصير موسوليني، كان زعيم في غوم. وطبعا يختلف الوضع ما بين مجموعة بتاعت ملايش وما بين زعيم دولة كموسوليني، يعني بنى وأسس وتفاصيل.